السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغريبه المعلكه بالكاوكاو والكاكاو، كتجي رائعه هشيشه ومعلكه. غنعطيكم ان شاء الله جميع التفاصيل والاسرار والطريقه ديال الطياب ديالها في الفران باش كتجيكم هكايا مشقه وكتجي ناجحه من اول تجربه بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند. غنعطيكم كذلك الكميه اللي كتخرج يعني العبار وكذلك ثمن البيع بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يدوزوها في لي كوموند. فقط تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. عندي هنايا كيلو الا ربع ديال الكاوكاو البلدي اللي حمرته في الفران، 750 غرام. زدت عليها هنا كاس ونص ديال سكر سنيده وكنطحن كل شيء. ضروري طحنوا سنيده، سيرتو الا كانت سنيده الغليظه ضروري طحنوها. كنطحنوه حتى كنهرمشوه رقيق، يعني ماشي نطحنوه حتى يولي بحال الدقيق، لا غير كنهرمشوه مي يكون رقيق ما يكونش مهرمش غليظ. انا تندوزو في الغربال وعاد تنعاود عاوتاني نطحن داكشي اللي بقى في الغربال. زدت هنايا ساشي ديال الفاني وساشي ديال الزهر وخماره وشويه، يعني خماره وربع خماره. زدت هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو والمر. صافي غادي نخلط هنا النواشف، قبيصه ديال الملحه اللي يعني لتصحيح الذوق ضروري منها. صافي كنخلط النواشف هكا مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت انا، لان كان خاصني كيلو، يعني نص كيلو ديال الكاوكاو ما تيخرجش كيلو ديال الحلوى، تيخرج تقريبا 900 غرام. يعني داكشي علاش انا زدت ديك الرابعه، يعني درت كيلو الا ربع باش تعطيني كيلو نيشان بلا ما نعاود نعجن مره اخرى. صافي هنا 2 معالق كبار ديال الناباج، ممكن تعوضوهم بالكونفيتور. صافي وكنبدا كنخلط هكايا الحليوه ديالي. من بعد غادي نبدا كنضيف البيض. بالنسبه للكميه ديال البيض ما غاديش نقدر نقول لكم بالضبط شحال على حساب الحجم ديال البيض. انا البيض كان الحجم ديالو شويه كبير، هزت ليا 3 ديال البيضات. يعني البيض غتضيفوا بيضه وتلكو، تزيدوا البيضه الثانيه وانتم كتلكو حتى كتجمع لكم العجينه. العجينه ما حدكم نتوما كتلكو فيها وهي كتزيد كتطلق وكتعلق. كيف ما شفتوا انا راه العجينه هانتوما غتشوفوا غتبدا كتعلق، يعني لدرجه انها بدا كتلصق على البول اللي انا كنخدم فيه. يعني العجينه كتبغي تليك، هذا هو السر ديالها باش كتجي معلكه وكتشقق. يعني ضروري ما تدلكوها. السر الاول هو طحنوا سنيده، والسر الثاني هو هاد المرحله هذه باش انكم تدلكوها. صافي من بعد غنخليها ترتاح تقريبا ربع ساعه ونشعل الفران نشعلو كيسخن قبل ما نبدا كنكور. نديرو على عافيه اللي هي مهيله ونخليه كيسخن، كنشعل عليه يعني الفوق لتحت وكنخليه كيسخن مزيان. صافي هنا غادي ندوز نيشان غنبدا كنكور. كندير هكا يديا في شويه ديال الماء زهر وكنبدا كندير كويرات اللي الوزن ديالهم تقريبا 22 غرام. ممكن ديروا حتى 25 غرام ما كاينش مشكل، ولكن انا تنبغيها هكا تجي يعني متوسطه ما تجيش كبيره بزاف. خصوصا الا كانت غادي تستوى في البلاطويات ما خصهاش تكون كبيره بزاف. انا السيده كانت غادي ديرها في البلاطويات، داكشي انا ما كبرتهاش ليها بزاف. وكذلك باش تخرج ليها يعني كميه كبيره، الا كانت كبيره تخرج لها عدد قليل. قلت هكا ندير لها متوسطه باش تعطيها كميه كبيره باش تكفاها. صافي هنا كيف ما قلت لكم كنكورها وكنديرها في السكر كلاصي سبيسيال ماشي العادي، سكر كلاصي سبيسيال بالماء اللي كنخدم به. كيف ما كنجيبو كنغربلو وكنبدا كنخدم به، يعني ما كنزيد عليه لا مايزينا لا خماره لا والو، نيشان كنخدم به. واللهم لك الحمد كيف ما شفتوا راه كيبقى السكر ثابت عليها، ما كيحيد ما والو وما كيدوب في الفران ما حتى شي حاجه. المهم السكر اللي قلت لكم انا بالماء، كتكون الساشيه ديالو فيها الصفر، لومباراج ديالها فيه الصفر. صافي البنات من هنا من بعد ما كنكور كنبدا هكا كل حبه كنعطيها حقها مزيان ديال السكر كلاصي. يعني كنهز الحبه وكنعطيها الحق مزيان ديال السكر كلاصي، كنفندها كلها ما تبقاش تبان نهائيا، يعني كتلبس مزيان بالسكر كلاصي. صافي وكنحط هكايا في اللاطا كنستف وكندخلها كطيب على عافيه اللي هي مهيله. كيف ما قلت لكم كنديرها لتحت، يعني العافيه عليها الفوق وغي كتبدا كتشقق، يعني ماشي تا كتشقق ولا لا، غير تبدا كتشقق كنطلعها الفوق. يعني ملي كتطلع الفوق كتكمل التشقاق ديالها وفي نفس الوقت ما كيتحرقش داك السكر كلاصي، يعني ما كتبقاش عليه العافيه من الفوق ما كيتحرقش، وفي نفس الوقت كطيب من التحت. يعني الا خليناها لتحت تشقات بزاف وعاد طلعناها الفوق غنكونوا درنا لها وقت كبير في الفران وغادي يشربها الفران وغادي تقصح، ما غاديش تجي رطبه ومعلكه.
هنا خديت واحد المعلقه وصافي غادي نبدا نضغط عليها هكا من الفوق غير باش ندير هكا واحد الحفيره نبسطها ما تبقاش مقبقبه صافي، وندخلها كطيب. من بعد ما يعني كيف ما قلت لكم كطيب ما كتفوتش 6 حتى 7 ديال الدقائق في الفران، يعني ما بين الفوق والتحت ما تفوتوش ليها حتى 7 ديال الدقائق لو ماكسيموم، لان كيف ما قلت لكم لا بقات بزاف السكر كيتحرق لا بقات لتحت، والحلوه كتقصح كيشربها الفران وكتقصح. صافي انا بعد ما كطيب كنخليها في اللاطه ما كنحركهاش نهائيا حتى كتبرد تماما، لان راه كتكون هشيشه بزاف. وعاد كنديرها في البواطه ديالها. بالنسبه للكميه عطاتني كيلو وربع، و ولا ثمن البيع البنات كندوزها ب 80 درهم حتى ل 90 درهم. يعني كيبقى على حساب الكعب دابا الزياده ديال السلعه، وكيبقى على حساب المدينه. ونتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونكون فتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبقاو